يا مساء الخيرات يا حضرات طلاب سنة تالتة سنة، أخباركم إيه؟ يا رب يكون كلكم بخير، ويا رب يكون كل أهاليكم بخير وبصحة وسلامة. تعالوا علشان نحل مع بعض الامتحان التالت في كتاب المعاصر، اللي هو يساوي الامتحان بتاع الدور الأول سنة 2021 ميلاديا. تعال نشوف زميلك وزميلتك اللي كانوا قاعدين في اللجنة امتحنوا ايه وايه طبيعة الامتحان، وهل يا ترى زي ما بيقولوا امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد صعبة ولا لا. وانا بحل هقيم، وانا ماشي بالفلو بتاع الحل هبتدي ان انا اناقش السؤال واطرح الاجابة بتاعته واشوف هل هو يا ترى فعلا صعب زي ما بيقولوا ولا الامتحان كان سهل وفي عيب في مشكلة ما عايزين نكتشف الحل بتاعها علشان نتفاداها تماما من طريقنا واحنا ما نقعش فيها. بسم الله وتعالوا نشوف السؤال الاولاني بيتكلم في ايه. بيقول لك study the opposite figure، جايب لي منظر female organ which represent structure of human female genital system. يعني الراجل قايل لي في السؤال، كتر خيرك يا عم، ده معلومة اي حد عارفها يعني. that had been surgically sterilized، يعني معنى كده ان هو قطع او ربط الفالوبيان تيوب. واضح جدا من المنظر ان هو رابطها. افتكر في المنهج ان دي كانت حاجة اسمها الكونتراسبتيف، ودي ملهاش اي هرمونال افكت لان انت عندك الاوفري ستيل اكزيست، وكون ان الاوفري موجود يعني معنى كده ان الهرمونز بتاعتها شغاله، يعني المنستيريال سايكل سليمه، يعني معنى كده ان الفيميل سكندري 6 كاركترز موجوده، يعني معنى كده ان الست دي لسه احتمال يكون عندها فرصه ان يحصل فيرتلايزيشن. ولكن اقول ان الفيرتلايزيشن عطلان بسبب هذا الربط، السبيرم مش هيقدر يروح للاوفن في الابر ثيرد بارت حتى لو حصل كومبليت سايكل. فده العيب الوحيد اللي موجود في هذه القصه. عايز ايه بقى في السؤال؟ يلا which graph represent اللي changes تغيرات that occur in endometrium. كان متوقع ان هو يسأل بحاجة ليها علاقة بالاندوميتريوم او السايكل بتاعت المنستيريال سايكل، وهو فعلا يعني ما خرجش بره السؤال ده، هو سأل في المنستيريال سايكل بسؤال مباشر جدا. تعال ندور على الإجابة. الثيكنس بتاع الاندوميتريوم قدام الوقت هو حاطط السايكل كاملة 5 14 28. دايما انا اقول ان الفايف ده بيبقى الزيرو تايم، لان انت ده التايم اوف بليدنج، دي المنسترويشن، ده يوم 14 ده الاوفيوليشن داي، وال 28 ده الاند اوف سايكل وبدايه السايكل الجديده، وبناخد حوالي 5 ايام يحصل فيها البليدنج، ودي السايكل اللي احنا عارفينها. بيقول لك بقى ان thickness of endometrium هتفضل كونستانت ومش هتعلى. جراف مرفوض، مش هفكر فيه تماما. ليه؟ لان انت عندك المبيض، انت عندك الاوفري، اذا انت حضرتك شغال شغل تمام التمام، هرمونات تمام التمام، مفيش ولا مشكلة خالص. يبقى فين المشكلة؟ ايه اللي خلى الاندوميتريوم ما يتخنش؟ طبعا ده كلام اللي مدي ده على الاجابة دي يبقى ده مش فاهم حاجة اصلا، ده يروح يقعد على جنب. طيب بيقول لك ان الثيكنس بتاع الاندوميتريوم في اليوم الخامس قليل نسبيا، وانا رايح ناحية ال 14 علي، بسم الله ما شاء الله عليك. ولكن هو هنا خبيث، هو هنا جه قبل ال 28 وسكت، ما قاليش هل هو فضل مكمل ولا نزل. هنا الطالب اللي يخش، هنا الطالب اللي يخش بفكره، لان لو كمل يبقى معنى كده ان حصل بريجنانسي، ولو نزل يبقى في منسترويشن حصل، يبقى ده الجراف الصح اللي حصل، لان انت عندك الاختيارين هو سايبهولك قدام منك. ايه ده يا دكتور؟ يعني معنى ان موجود الاوفري الاستروجين ليفل هيبتدي يكمل عادي خالص؟ اه طبعا. فهيحصل انكريزنج في الاندوميتريوم؟ ايوه طبعا. كون بقى ان حصل حمل ما حصلش حمل، حصل فيرتلايزيشن، فالكوربس ليتيوم هتكمل معانا شويه تنورنا لحد اول الشهر الرابع، الله اعلم. او احتمال يحصل انذر سايكل وتنزل ويحصل بليدنج، يعني معرفش. ولكن الجراف صح؟ اه طبعا الجراف صح. طيب بيقول لك ان هو يعني هو كان قليل وابتدى يعلى من اول، او كمان ده من قبل الخامس. طبعا الكلام ده مرفوض، لان كون ان هو عالي من قبل ال الخامس يبقى معنى كده ان الست دي بتاخد حبوب منع حمل،
وهو حاطط في السؤال ان انا عملت سيرجيكال ستيرلايزيشن، ما جابش خالص موضوع حبوب الحمل ده. وبالدليل انه بيقول لك ايه، في حبوب منع الحمل الست بتاخد من انتهاء الدورة، ما خلي بالك هنا الجراف ده، هنا الزيرو دي بالنسبة لي اللي هو هيكون يوم 28، من انتهاء الدورة من اول يوم دم تبتدي تاخد، من اول يوم نزول الدم على البنت تبتدي تاخد حبوب منع الحمل اللي هي البيلز لمدة كذا اسبوع، كل يوم حباية كل يوم حباية ديلي. طبعا الجراف ده بتاع البيلز، ده جراف البيلز، محتاج عيل يكون صاحي لنفسه فمش هيخترع. الاندوميتريوم كان عالي لفوق قبل ال 25 وابتدى ينزل لحد لما الله لا لا، هو يوم ال 14 ده لو انت مش فاهم حاجه خالص استحاله اصلا، يعني انت اصلا الجراف ده ما ينفعش تبص عليه، انا مش محتاج ان انا اقيم الجراف، لان جراف ايه اللي بينزل يوم 4 اندوميتريوم، ايه اللي بينزل يوم 14؟ يعني ايه في نص الدوره كده فجاه البنت تلاقي نفسها نازل عليها دم؟ طب حتى ده ما لحقتش تاخد احتياطاتها، يعني ده ايه الهبل ده؟ طبعا الجراف غلط تماما تماما تماما. بيقول لك the opposite graph illustrate the development of immune capacity، بيوضح لك تطور استيعاب المناعة of one type of white blood cell، ما قاليش عليها which represent most of lymphocytes. اولا كده كلمة most of lymphocytes دي ده مفتاح السؤال. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. لان most of lymphocytes، احنا عندنا الليمفوسايتس 3 انواع، البي والتي والناتشرال كيلر. مين اللي يحصل على لقب ال 80%؟ مين اللي يحصل على لقب ال 10 15%؟ مين من 5 ل 10؟ مين اكتر واحد؟ التي. يبقى هو هنا بيتكلم على التي سيلز. طب التي هيلبر ولا التي سيتوتوك؟ لا 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 لا، هو ما دخلش نفسه في الحكايه دي كلها، ولكن بيقول لك انا في مرحله ما ستيج زيرو، انا ما كانش عندي ده، وفي وجود مرحله ما حصل ان التي سيلز او تي ليمفوسايت زادت وفضلت كونستانت. فبيقول لك بقى فين بيحصل الحكايه ديت؟ افكر انا كطالب، الله، هي التي هيلبر كانت موجوده فين؟ وبعدين هو بيقول لك فين المرحله دي ما كانتش موجوده خالص وابتدت تطلع. فالعيل عينه تقع على كلمه سايمس او الريد بون مارو. طب سيب الليمفاتيك نود والسبلين، هقول لك هم غلط ليه دلوقتي. فالولد يقول ايه؟ كون ان هي طلعت من الزيرو مصفرة تماما، يبقى طلعت من البون مارو ولا طلعت من السايمس جلاند؟ ما انا برضو ايه محتار. ارجع دلوقتي افكر، قلت لو من الزيرو تبقى الريد بون مارو، ما ينفعش خالص تكون السايمس جلاند. ليه يا دكتورة؟ لان اللي كان بيعمل لي برودكشن هي الريد بون مارو، فطبعا ما ينفعش ان انا اقول ان ما دام هو عند الزيرو اقول سايمس. طب انا كده ايه، اختار السايمس ولا اختار البون مارو؟ هختار البون مارو، بس انا من جوايا حاسس ان في حاجه مقلقاني مش عارف ليه. طب ارجع اقرا السؤال تاني، مش عيب مش عيب. بيقول لك the opposite graph illustrates the development of immune capacity، بيوضح لي الاستيعاب capacity، استيعاب المناعي، الاستيعاب المناعي. الاستيعاب المناعي دوت معناته ايه بقى عندنا في المنهج؟ يعني كمية ولا كيفية انشاء؟ لا ككمية. كده هو بيتكلم في ايه؟ في كونتنت، هو كده بيتكلم في محتوى، هو كده بيتكلم في كمية of one type of white blood cell، وطلعت التي، خلاص عرفت ان هما التي، يبقى هو بيتكلم على كمية ايه يا عمو؟ كمية التي. طب يا ترى لما نيجي نقارن الكميات، انا كده طبعا بتكلم في كلمة ايه؟ كمية، هكتب على جنب كده في الامتحان لنفسي كمية. هل يا ترى الكمية اللي بتطلع من الزيرو من عدم وجودها من السايمس ولا من البون مارو؟ هنا دي بقى فلسفة بحتة. هتيجي تقول لي البون مارو هو اللي بينشئ وبيطلع كميات عالية جدا جدا جدا، كل شويه البون مارو يطلع شويه سايمس تروح للايه، سوري، تطلع شويه تي سيلز تروح للسايمس، السايمس يحولها تي هيلبر، تي سايتوتوكسيك، وتي سبريسور. هتيجي تقول لي طب ما هو في السايمس جلاند هو اوريدي مفيش، بس هو بيطلع كميه كل شويه، ده مفيش خالص. طب يا ترى بقى السر فين؟
السر في كلمة immune capacity. السر في كلمة ايه يا اساتذة؟ immune capacity. طبعا احنا في الامتحان في طلبة اختارت بون مارو، وفي طلبة اختارت سايمس جلاند. وهنا بقى يا بختك يا ابو بخيت اللي اختار ايه؟ سايمس جلاند، لان الموديل انسر نزل سايمس جلاند. العيال خارجة من الامتحان تقول والمصحف بون مارو صح، والله العظيم بون مارو صح، ما هو مبتدي من زيرو. يقول له ايه؟ يقول له طب انا هقول لك على حاجة، انت ما خدتش بالك من كلمة ستيجز دي؟ stages دي معناها ايه؟ مراحل الاستيعاب المناعي. مراحل الاستيعاب المناعي، فسرها كده. ما تجيش معاك خالص ان هو هنا بيتكلم على الاميون ريسبونس، الاستجابة المناعية ذات نفسها. هتقولي طب ومعلش هو ايه علاقة الاستجابة المناعية بان هو يطلع من الزيرو؟ خلي بالك ان في ستيج 1 هو اصلا ما كانش فيه، انت لو بصيت تحت على الجراف هو مصفر مفيش اصلا. فكون ان هو طلع مرة واحدة، ده من البون مارو ولا من السايمس؟ يجي واحد وهو قاعد يقول لي لا انا مش مقتنع الصراحه بموضوع السايمس ده، انا ذات نفسي مش مقتنع بموضوع السايمس ده. يجي بقى الايه الولاد يجي يقولوا طب ثانيه واحده بقى يا مستر، ما دام حضرتك مش مقتنع بالاجابه هم حطوا السؤال ليه؟ لا ما هو زي ما في اسئله بيبقى فيها وجهه نظر ودي انا ما بحبهاش، في برضو اسئله مش محتاجه وجهه نظر، محتاجه تحليل. فطبعا هنا لو انا حللت السؤال انا كطالب في الامتحان فهمت ان كلمه ستيج وكلمه اميون كاباسيتي وان هو بيتكلم على التي وما كانتش موجوده وطلعت، يبقى معنى كده ان في حدث مناعي حصل، في باثوجين دخل، فطبيعي مين اللي هينشط بكميات مهوله؟ هو السايمس مقارنه بالبون مارو. لان خلي بالك احنا عندنا مشكلة مع البون مارو، ولكن المنهج ما تطرقش ان هو يتكلم في الموضوع ده. البون مارو بتطلع لي كام تي سيل كل دقيقة او كل ساعة؟ لان هو بيقول لك ان هو بيطلع بكميات قليلة، ولكن السايمس جلاند لما بتيجي تطلع التي سيلز مقارنة بالبون مارو، لا السايمس تطلع اكتر. لان السايمس بيحصل للتي سيلز فتره حضانه كده، زي بالظبط كده ايه الحضانه. كلمه حضانه ما قال ان هي استعداد للمدرسه، ما انت برضو عندك السايمس جلاند ما قال ان هي استعداد للاستجابه المناعيه، ودي اللي هو حطها شرط في السؤال. فطبعا سؤال يعني فلسفته غريبه جدا جدا جدا، ولكن الاجابه نزلت ايه؟ سايمس. ودينا ماشيين اهو ونشوف وجهات النظر المختلفة. ولو انا جالي سؤال زي كده في الامتحان هفكر فيه، لان انا شفته قبل كده فعرفت طريقة اللي حط السؤال كان ايه وجهة نظره ففهمته. شكرا يا عمو، سؤال ما كانش لطيف. السؤال رقم 3 بيقول لك study the opposite figure which illustrate some reproduction stages that occur in اتنين different type of primitive living organism. اولا كده ده الاولاني ده عمو سبايروجايرا الجي، وما دام هو في الثيك وول يبقى هو في الانفافوربل كونديشن. ده انا كده ايه يعني من قبل ما امد ايدي في السؤال انا عارف الحكايه دي. وانس ان انت حصل عندك مايوزز يعني الظروف ابتدت تحلو، الثيك وول هيمشي وهيبتدي يطلع لك سبايروجايرا الجي ان. فده كان 2 ان ودوت هيبتدي يعمل مايوزز في المرحله دي مايوزز، فهيبتدي يبقى ان وثلاثه ماتوا اللي هم الثلاثه الفاضيين دول ماتوا، وواحده بس هي اللي هتعمل لي ميتوزز وهي اللي هتطلع لي السبايروجايرا الجي. دي اي عيل اجابها في الامتحان بسرعه. طب ايه ده منظر ايه ده منظر اميبا بس حصل مرحله 3 ومرحله 4. هنا واضح ان حصل ديفيجن كتير جدا وبعد كده فرقعت فالحاجات اللي جواها خرجت. انا افتكر مادام في ثيك كوت وهو كاتب لي ثيك كوت يبقى كده الاميبا برضو هي كمان عامله سيست، ومادام عامله كايتينيا سيست بتاعتها يبقى هي كمان موجوده في الانفافوربل كونديشن. بس خلي بالك ان في الانفافوربل كونديشن بتاع الاميبا قال لك ان it had the ability to multiply many times by mitosis. باي ميتوزس، فانت هنا مفيش ميوزس في الحكايه. يعني لو الايه لو الاميبا 2 ان يبقى هتخرج 2 ان عادي خالص خالص خالص، واللي خرجوا دول النيوكليوس بتاعتهم. وانس ان الظروف ايه احلوت السيست ده بيتقطع وهي بتخرج وكل واحده من دول تبقى نيو اميبا تاني. عايز ايه بقى في السؤال بقى؟
What is our numbers يعني 1 2 3 4 refer to occurrence of chromosomal number reduction. بقلل عدد الكروموزومات. اولا 2 ميتوزس، 3 ميتوزس، 4 انا قلت ان هي ميتوزس بس اعذروني ما كتبتهاش. يبقى مين الوحيدة اللي بتقلل عدد الكروموزومات؟ المرحلة الاولانية فقط. يبقى ده واحد. سؤال سهل يعني، ما اظنش ان في طلبة كتير هتقف معاه، ولكن الطالب اللي هيقف معاه ده الطالب اللي هو ضعيف شوية في الحتة ديت، ومحتاج ان هو يرجع تاني يذاكرها. دايما يا ولاد انا متعود من وانا في ثانوية عامة، وده اللي خلاني ان انا وصلت ان انا كنت جايب 95%. وانا بحل في المراجعات الاخيرة، كل ما احل اكتر كل ما الاسئلة تثبت في دماغي، وبشوفها في فكرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومليون، وكنت بحل من كذا كتاب، وده حاجة طبيعية جدا. ثانوية عامة يعني، ثانوية عامة يعني حل كتير. طيب ماشي يا مستر، طب انا الجزء ده مش فاكره، او الجزء دوت انا ما خدتوش. لا بص، انا ايامي ما كانش في حاجه اسمها ما خدتوش وخدته، والكلام من اللي انت بتاخده فيها دي مش عارف، انا مش عارف الكلام ده ايه. ولكن خلينا بس ايه نفكر كده مع بعض. انا لو انا إيه اخدت الدرس ده وكانت مذاكرتي ليه نص نص، عادي جدا بروح للجزئيه دي اللي انا ضعيف فيها، اقراها اذاكرها وارجع احل. حليت السؤال فهمته ثبتت في دماغي، لما يجي لي تاني خلاص ما انا عرفتها. ده اللي انا اعرفه. لكن بقى جو بقى ايه يا اخي العنميتين الاونلاين يا اخي، والله العظيم اللي بهدل الطلبه كده. انا اسف يعني ان انا شتمت، بس ايه يعني بقى لي يومين مطبق، فوارد ان انا اتصرف تصرف مش محسوب. ولكن والله العظيم يعني بص، الاونلاين ده اصل ايه، كل مره هشتم فيه يعني، كل مره انا هسجل اونلاين هشتم الاونلاين، لان الاونلاين ده فكره فاشله. هو كان بيساعد يساعد بس ما يبقاش بقى ده ثانويه عامه يا جماعه، بجد والله. study the opposite graph. انا عايزك تدرس المنظر اللي قدام منك ده that represent asexual reproduction. دوت بيوضح لك فيه الاسexual reproduction of one of unicellular organism. ده ايه ده بقى؟ كائن ايه ده؟ معرفش، بس هو قال لي unicellular organism. طيب حاضر، انا هحاول افهمه بقى. then conclude، وبعد كده يقول لك يعني ادرس الاول، بعد كده عايزك بقى تدور. ادور على ايه بقى يا عمو؟ بيقول لك what is the similarity between two ways A and B. ايه التشابه ما بين A و B، ألف و B of reproduction of this organism. واحدة واحدة بقى كده معايا. أولا كده أنت إيه مثلا إيه لو قلت إن دي، هو مش مديني أرقام، ولكن المرحلة دي نصها في الجراف. يعني إيه لو أنا معايا مسطرة في الامتحان هقيس الجراف ده، بس واضح كده يعني رؤية العين إن ده نصه صح. يبقى الخلية اللي اتقسمت على 2، وبيقول لك اللي بالازرق ده البرنتال، واللي بالاحمر ده اللي هو ايه الاطفال او البيبيز دول. اولا كده اللي كان بيعمل الموضوع ده الباينري فيشن و والريجن، كل يعني كل الاسexual ريبرودكشن ما عدا البادنج. اوكي، لان وانس ان هو قال لك ان ده ايه ده بقى، لو شديت كده خط كده من دوت هلاقي ان الحجم اقل وكتير قوي وفي ريبرودكشن، يبقى ده احتمال كبير قوي ده يكون البادنج. يكونش يا ولا بيسالني على حته الباينري فيشن والبادنج، يكونش هو بيسال في الحته الخازوقيه دي. طب تعالى بقى وبيقول لك ايه، ارجع تاني للسؤال، ايه هو السيميلاريتي ما بين الطريقه الف وما بين الطريقه ب في التكاثر؟ وانا عرفني اقرا كده الاجابات بقى. environmental condition for each of them. اذا قلت ان الباينري فيشن والبادنج الظروف اللي حوالين منه، لا دي حاجه ودي حاجه يعني، لان هو عايز السيميلاريتي. لا مش قويه الاجابه دي. size of the resulted ده يعني اللي اختارها ده يبقى حمار، انا اسف يعني. number of the resulted cell، عدد الخلايا المنتجه. برضو انت لو اخترت دي انت ما بتفهمش، لان انت عد دول 1 2 3 4 5 3 كتير قوي. طب هنا 2 ازاي تختارها يعني؟ number of chromosome in the resulted cell، عدد الكروموزومات. هنا بقى ايه الحجم يفرق بقى، لان لو دي 2n هي واضح جدا ان من المنظر ده بيقول لك ان ده نصها. طب يا ترى بقى هو هنا بيتكلم على السيل سايز ولا الكروموزومال نمبر؟ هو بيتكلم على حجم الخليه. كون ان هي اتقسمت بالنص بالظبط، يبقى الاب كان 2n والابناء كل واحد 2n. ولكن علشان هنا ما اتقسمتش بالظبط واقل، وارد يكون عدد الكروموزومات قليل ولا مش قليل. ملهاش علاقة يا متخلف. عدد الكروموزومات يا بيه، ركز يا بنتي بس الله يبارك لك، عدد الكروموزومات ده يعتمد على انت 2n ولا n، مال حجم الخلية ومال انت كمية الدي ان ايه اللي جواك قد ايه.
يعني عشان انت تفهمني، ارسانيوس ولد تخين، ارسانيوس بقى رفيع، ارسانيوس بياكل كتير بس هو 2N، ارسانيوس ما بقاش ياكل بس لسه 2N. ده ارسانيوس كبير خالص، حجم الخلية عنده كبيرة خالص، حصل ان دراعه اتعور، الخلايا اللي طلعت لسه نونو، وبالدليل ان الجرح لو اي حاجة لمسته هيبوظ، صح؟ هل بقى حجم الخلية هتكبر مع الوقت؟ والله لما تاكل يا بني ادم. طب يا ترى ده هنا ده بادنج، عرفت منين يا مستر؟ لا ده من المنظر ده كده وش ان دي كولوني كده، انا تنبأت ان ده. طب يا مستر هو انت عندك في ليست او في الهايدرا، الهايدرا كانت 2N بتطلع 2N او المصحف، او والله العظيم. يبقى هو بيقول لك ايه المتشابه؟ عدد الكروموزومات، ان ده بيلعب في ال2N وده بيلعب في ال2N، ولكن ملهاش علاقة خالص بالسيل سايز. سؤال يحترم الصراحة، يعني انا كيفني الصراحة السؤال ده والله العظيم. بص يعني قاعد كده متكيف وانا بحل السؤال. السؤال رقم 5 بيقول لك which of the following، مين من الاجابات اللي قدام منك processes is stopped؟ انت عندك هنا في عملية تقف في الست اللي بتاخد بيلز. طب يعني بالذمة كده، يعني هي دي حاجة محتاجة؟ طبعا يا مستر المنسترويشن الإجابة، وإذ نتفاجئ إن في formation of corpus luteum. on واحدة واحدة بقى كده معايا، وامسك قلمك ورايا. ليه؟ اولا انا استبعدت جروس هرمون وجروس اوف اندوميتريوم لان دي حكايه يعني مفروغ منها. كده كده اصلا بيقول لك ستوب للجروس اندوميتريوم وانت بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، يعني ده تخلف، لان كونتراسيبتيف بيلز وش بتزود المنسترويشن، بتزود قصدي الاندوميتريوم ثيكنس، فده غلط، يعني اجابتين دول غلط تماما ان انا اختارهم. واحده واحده بقى معايا حبيبي. امتى الست تاخد حبوب منع الحمل؟ قال لك تاخد حبوب منع الحمل من اول يوم نزول الدم عليها، يعني الزيرو داي. النهارده مثلا ايه؟ النهارده يوم 6/4، 6/4 اوكي اهو، يوم 6/4 ده انا اول نقطة دم نزلت على البنت تبتدي تبلبع البرشام. طب بالله عليك، هي كون ان هي بلبعت البرشام وعماله تاخد في بروجسترون بتوهم ان في سايكل ماشيه ماشيه ماشيه. انت عديت ال 14 يوم، عديت ال 14 يوم. وهنا كان مين بيتكون في ال 14 يوم؟ انا افتكر ان اللي كان بيتكون في ال 14 يوم هو جرافيان فوليكل، الجرافيان فوليكل. يبقى معنى كده ان مفيش كوربوس ليوتيوم اتعملت اصلا. وده سؤال محتاج حد يكون فاهم السايكل بنسبة 100%. ده سؤال يعني والله العظيم سؤال فعلا يلخبط. لو الطالبة او الطالب مش قاعد مصحصح لنفسه يلخبط. الله يا مستر، انت بسم الله ما شاء الله عليكم، لحد دلوقتي من كل الاسئلة اللي احنا حليناها مفيش سؤال هو بس سهل. لما يكون متوسط كل 5 اسئلة في سؤال بس هو اللي سهل، يبقى معنى كده اني محتاج بقى ال4 اسئلة دول اعتقد ان انا اكون فعلا فاهم منهجي وحافظه. طبعا انت لو مش حافظ المنهج، البهوات اللي بيطلعوا يقول لك انت في ثانوية عامة جديدة مش محتاج ان انت تحفظ، اصل انت ممكن تجيب الاجابات من ورقة المفاهيم. يا راجل هي ورقة المفاهيم دي هتفيدني بايه ولا بايه ولا بايه وانا مش فاهم حاجة خالص؟ هتفيدني بايه وانا مش فاهم؟ يبقى السؤال ده مش هينفع اختار المنسترويشن. لو واحده تيجي تقول لي ايه، طب معلش ثانيه واحده، هو انت ليه ما قلتش ستوبد ان هيومن ان وومن المنسترويشن؟ ومين قال لحضرتك ان المنسترويشن مش هيحصل لها ستوبنج؟ ولكن مين اصح؟ دي ايام الامتحانات اللي كانت بتيجي صح واصح. طبعا الاصح هو الفورميشن اوف كوربوس ليوتيوم، ما ينفعش المنسترويشن، لان لو حصل ان هو حصل ستوبنج للمنسترويشن يبقى معنى كده ان هي فعلا بتاخد بيلز. يعني الاجابه صح ولا غلط دلوقتي؟ الاجابه صح والمصحف، هي كلمه منسترويشن الاجابه صح، ولكن الفورميشن اوف كوربوس ليوتيوم ما حصلتش اصلا ومش هتحصل، فدي اصح.
حد فهم حاجة؟ فدي اصح، ده عيب السؤال او عيب الفترة اللي فاتت دي. المفروض ان الوزير قال الفترة دي احنا بنحل الامتحانات مش هيكون فيها موضوع صح واصح. يعني معرفش هل هم هيصدقوا في الحكاية دي ولا مش هيصدقوا فيها، ولكن خلينا نقول ان لحد دلوقتي هو تالت او رابع سؤال من اصل 6 اسئلة يسألها بس في الريبرودكشن. لا وكمان حاطط ايده على جرح اسمه المينستيريال سايكل او الفيميل اورجن. يعني ده خليني انا اخد انتباه كده، انه وانا براجع دايما كالعادة اراجع الجزء بتاع الفيميل على اقل من مهل. ليه؟ لانه هو صعب جدا في الاسئلة بتاعته، ومش كل الطلبة دكاترة نسا يعني، ده في بنات ما تعرفش عن جسمها حاجة، ده حاجة نيلة يعني. Study the opposite graph which illustrate concentration of some hormones in a human female within 28 يوم. يعني هي شايف ال FSH وشايف ال LH وبيقول لك ادي الجراف بتاعك لمدة 28 يوم. يلا بقى قول لي بقى ايه what happened in case of the arrival of sperm to the fallopian tube at the beginning of period Y. ايه اللي هيحصل لو السبرم جالك هنا؟ اولا كده ال LH طلع، يعني معنى كده ان ده اليوم ال 14. هو كاتب لي 15 عشان يلخفني، انت حمار انا مفرقش معايا. ولكن خلينا نقول ان متوسط ما بين ال10 وال15، في الاغلب 10، في الاغلب يعني في الاغلب 10. هنا لسه مفيش اوفيوليشن حصل، فمفيش اوفم، فكون ان حضرتك جه سبرم ولا ليه لازمه كده. الذكر او الميل عمل علاقة في وقت مش صح، لا يمكن يحصل حمل، لا يمكن يحصل حمل. دايما انا انصح كده اهو، عايز البنت تحمل لازم السبيرم يخش في البويضة او الاوفم within يومين قبل يومين بعد التبويض، اللي هو مرحله الاوفيوليشن. طب ودي انا اعرفها ازاي؟ لا ما انت حبيبي انت مش مالكش ان انت تسال في حاجه زي كده، انت عليك ان انت تجاوب على قد الامتحان وهو بيحطها لك في الجراف. ولكن في الحقيقه ربنا لما يكرمكم وتجيبوا شقه كده اهو تخطبوا وتتجوزوا وتبقى مراتك، اسالها الدوره جاتلك امتى. من اول اليوم اللي جات لها فيها الدوره ده بيبقى الزيرو دي، وتبتدي تعد 14 يوم من بدايه الدوره دي، تبتدي تعد كده اهو 14 يوم، تبتدي اوبا ده اليوم ده فيه بويضه، قبل منه بيومين تعمل علاقه، وبعد منه بيومين عشان تضمن ان المنطقه دي كلها متغرقه بالسبيرم فيحصل الحمل اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا الكلمتين اللي انا قلتهم دول احلى 600 جنيه لاحلى ده كشف نسا، تخش تدفعه زي الحمار. واول لما يجي دايما انا اتريق على الحته دي، اول لما حضرتك تيجي تقعد مع الدكتور كده بتاع النسا يسيبك انت ومالوش دعوه بيك انت، لان مش انت اللي جاي تكشف. مراتك يقول لا مساء الخير يا مدام، اخبار حضرتك ايه؟ والله في نعمه الحمد لله، انت اخبار حضرتك يا دكتور؟ تلاقي بقى الراجل كده قاعد متقرف. دكتور ركز معايا انا، يقول له ثانيه واحده بعد اذنك. يا مدام انت اخر مره خير يا خير يا استاذ اتفضل. والله المدام جربنا كذا مره وما حملتش. طب خلاص سيبني انا بقى اكمل مع المدام، اكلم المدام. اخر مره جات لك الدوره امتى؟ فتلاقي الراجل بقى يقول يا دكتور مش هينفع كده يا دكتور الاسئله المحرجه دي. يقول له انت مالك انت ومال حاجه زي كده؟ هو انت بيجي لك دوره يا متخلف؟ ما تسكت انت، خليني افهم منها عشان احسبها لك وتغور في 60 داهيه. ما انت لو متعلم وكنت بتدرس بيولوجي في ثانويه عامه كويس كنت فهمتها لوحدك. يلا تعالوا ننقي الاجابه. فيوجن اوف جاميت، لو ما تدي ايدك على الاجابه دي اقطعها لك. جاميت ايه اللي هيمسك؟ جاميت ايه اللي هيمسك يا حمار؟ سكريشن اوف هايلورونيديز انزيم. طب ما كون ان حصل اصلا الهايلورونيديز طلع، يعني معنى كده ان في اوفم وفي سبرم وصل. السبرم وصل من غير اوفم، هايلورونيديز هيطلع لمين؟ يعني السبرم هيتف على مين؟ هيتف عليا انا؟ هيسيحنا انا؟ ايه يا عم الهبل ده؟ No fusion occur between جميل. دي اجابه صح. سؤال سهل اهو يا مستر. occurrence of second meiotic division of ovum. لا second meiosis ولا بتاع. بس كلمه second meiosis يعني السبرم برضو دخل، يعني معنى كده ان حصل penetration، يعني معنى كده انها هتتحول من secondary oocyte لاوفم، والكلام ده مرفوض في السؤال ده. سؤال سهل ولذيذ وفكاهي، اللي حطه حابب يفكرنا بذكريات جميلة وقعدنا نضحك ونهزر. والسؤال رقم 7 شوف بيقول ايه. Study the following diagrams that illustrate the stages of male gamete formation in plant. اهلا وسهلا، اهلا مستر بولينجرين. انا فاكر حضرتك
نعم، عايز ايه بقى؟ قال لك ال 2 ان عمل ان، يبقى ده ما دام ان كده يبقى ده مايوزس، صح يا مستر؟ اه يا مستر طبعا. طيب المايوزس دوت عمل ميتوزس، عمل ميتوزس الى ان اتحول لان، والان بقت بولينج جرين، يعني ده المايكروسبور فورميشن. بيقول لك ايه بقى بروسيس نمبر 2، وات از ذا purpose of process number. كلمة purpose اللي مش عارف معناها اكتب غرض، اكتب عليها غرض، معناها غرض. ولا بص يا عمو، يعني اللي انا افهمه يعني على عد معلوماتي، انت عندك الميتوزس ده بيحصل علشان نبتدي ان احنا نعمل الميكروسبور، وبيطلع لك 4 مايكروسبورز، وكل واحده بعد كده بتعمل تاني ميتوزس علشان يبقى فيها التيوب نيوكليوس والجنريتيف نيوكليوس داخل البولين جرين. فكده كده نمبر 2 دي ميتوزس، ولكن دي المرحله، انا اسف، دي المرحله بتاعه الميكروسبور. الميكروسبور، وهذا الميكروسبور يعمل لك ميتوزس علشان يكون في جنريتيف و بولين تيوب نيوكليوس داخل البولين جرين. يبقى تاني كده ثانية بس عشان ايه نكتب صح، ثانية بس عشان نكتب ايه، نكتب صح. اوكي، نكتب صح. انت عند حضرتك كان بيبقى فيه سبور ماذر سيل تعمل مايوزس، في 3 بيموتوا وواحدة بتعيش، الواحدة اللي بتعيش دي بنسميها مايكروسبور. مايكروسبور يعمل ميتوزس علشان يبقى عندك ايه 2، وبعد كده يتحول ليه البولين جرين، ويبتدي خلاص يظبط له شكله وكلام من. هل كروموزومال كونتنت ريدكشن؟ لا. عارف لو بيسأل على بروسيس نمبر 1 كنت اخترت الإجابة دي، ولكن هو للأسف بيسأل على نمبر 2 اللي هو الميتوزس. كروموزومال كونتنت دوبليكيشن، هتدوبليكيت ليه إن شاء الله؟ أنا لا هدوبليكيت ولا ههبب. division of microspore nucleus and its differentiation، صح جدا. thickening of pollen grain coat for protection، لا البولين جرين كوت thickening هي المرحلة رقم 3، فهي الإجابة سي، هي دي بس. اوكي، هي الإجابة دي سي. عشان كده انا كنت هنا عمال اقول ايه، طب هو هنا ايه ده، ميتوزس ده ولا ايه؟ يبقى ده خلاص، يبقى واحد ميتوزس، واحد مايوزس، واتنين ده ميتوزس، اتنين دوت ميتوزس علشان البولين جرين تتعمل. وهنا رقم 3 دي الثيك او البروتكشن لاير اديشن، المرحله اللي بيحصل فيها بنسميها سبوريوليشن، او ان احنا نعمل السبور سبور كوت من بره كده اهو. اوكي، السؤال رقم 8. Notice the opposite figure that illustrates the structure of a half of the antibody in human blood. يعني ده كده على شكل نص نص انتي بودي. ده النص التاني حطيته فين؟ Recognize the structure X Y Z M. وبسم الله الرحمن الرحيم. X ده كان ال variable variable region، او اللي هي الانتيجين binding site، antigen binding site binding. طب هو هنا بقى مشاور على Y دي ال constant light Cl، وهو هنا انا مش شايف هو مشاور على ايه الصراحه، ولكن خلينا نقول اقرب كده شويه. هو مشاور هنا على فراغ فاضي، وهنا مشاور على الهيفي تشين، فدي كده هي الكونستانت هيفي ربما، وربما يكون مشاور على الدايسلفايد بوند، مش عارف، ولكن هو هنا مشاور عليها صراحه ان ام ديت هي دي الكونستانت هيفي. اوكي، عايز ايه بقى يلا؟ What is the symbol؟ مين هو البتاع ده اللي هو السيمبلز X Y Z M دول of the structural parts that distinguish this type of antibodies from the other type of immunoglobulins. يا ترى مين بيميز مين الحتة التركيبية X Y Z M كتركيب اللي بيميز نوع الانتي بودي عن بقية الانواع؟ طيب، اولا كده هما الانواع كلهم لحد هنا واحد، هو قايل لي كده في كتاب الوزارة. عايز اعطس، معلش ثانية واحدة كده. الحمد لله. هو قايل كده ان في اجزاء كونستانت، فده كونستانت وده كونستانت وده كونستانت، هو مشاور على كل كونستانت اللي هو واي زد ام، يتبقى لي الاكس ده الوحيد، فهي الاجابه اكس هي الاجابه. شكرا. ده كده بالنسبه لي السؤال رقم 8. حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فينك من بدري يا راجل. عمال اقول الامتحان كل ما فيش سؤال دي ان ايه، ما فيش سؤال كده دي ان ايه ومناعه كده من الحاجات اللي انا بروفيشنال فيها دي. تعالى يلا. Study the following figure that illustrate a number of nucleic acid strands. عايز ايه بقى؟ What are the two strands؟ او مديك 4 اشكال، انا مش هقعد ابص عليهم كلهم يعني. What are the two strands؟ مين الاثنين that can be used to build the DNA double helix؟
ابطال الجمهوريه. ادي ثانيه واحده ثانيه بس قبل ما نغني. حبيبي انت العربيات دي لفوق، طبعا الطلبه بتوعي فاهمين يعني ايه عربيات. العربيات دي لفوق اللي هو الديوكسيريبوس شوجر، وهو هنا مش قايل لي ده اتش ولا او اتش، ف it doesn't matter بالنسبه لي، ولكن ده ال 5 برايم وده 3 برايم. اوكي يا مستر. عندك هنا ده كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة، وقلت لهم في المراجعات لما يعمل لك ريكتانجل كده كبير هو بيتكلم يا الاي يا الجي، ولما يعمل لك مربع صغير هو بيتكلم على السي او التي. اوكي تعالى بقى ايه نربط. اولا لو انا اخترت واحد هختار معايا 3 يا 4. ليه مستري؟ ليه مستري بدك تختار ال3 ولا 4؟ لان الدي ان ايه يا بابا، الدي ان ايه يا بابا، سمعني كده يا روحي. برافو طلبت الشاطرين. انتي بارالل، انتي بارالل. فده 5 3 3 5 بس. الو مساء الخير. ادي ده مربع. بص انا حاسس ان هو هيمسك ايه، بص حتى بالنظر كده حاسس ان هو يمسك مع 3. يمسك مع 3 صح، يعني موافق جدا ان هو يمسك مع 3. ليه؟ لانه كبير صغير، صغير كبير، كبير صغير، كبير صغير. اوكي 1 و3 هي الاجابة. شكرا. ليه؟ طب مش هينفع ده؟ هل ينفع مربع مع مربع؟ ينفع السي تمسك مع التي؟ ينفع دي غلطة، دي غلطة ما ينفعش خالص. انت تختار 1 و4 عشان يلخبط الطلبة، يحط لك 1 و4. اوعى تقع في هذا الفخ، اوعى تقع في هذا الفخ. مناعة اديها، مناعة اديها from the opposite figure، من المنظر اللي قدام منك. which of the following exist in the immunity level C only. مين موجود في C؟ مين موجود في C؟ واحدة يا عمو. بكتيريا عدت مرحلة أولى، بكتيريا عدت مرحلة تانية، بكتيريا عدت مرحلة تالتة، بكتيريا عدت مرحلة رابعة. ما يفكركش بحاجة. first line of defense، second line of defense، third line of defense. ومين يا ترى موجود في third line of defense؟ يا متخلف يا اللي بتقول هيستامين. هو بيسألك على سي يا بابا، سي يا بابا سي. اقعد عدل يلا، اقعد عدل يلا. انت فاكر ان انت عشان مش ورا شاشة مش هشوفك؟ اقعد عدل يا كلب عشان تقعد تتفرج على انا بقالي يومين ما نمتش وانت قاعد لي متجعص. اقعد يا بابا، اقعد كده يا بابا، اتفرج كده على الفيديو باحترام. اقعد حل يا بابا. ايه العيال المقرفة دي؟ طبعا هنا ايه المرحلة دي third line of defense. قدام منك ايه؟ قدام منك انتي بودي او انترفيرون او ليمفوكاين. هيستامين لا. يا حلاوة 3 اجابات صح بهدوء شديد. تعالى نشوف الانترفيرون ولا الانتي بودي ولا الليمفوكاين. افكر ولا انتوا تفكروا؟ third line of defense الانترفيرون، كون ان هو طلع يبقى اوريدي الفيروس دخل، فده كده مش third line of defense، ده احنا محتاجين fourth line of defense. ده انتوا كنتوا بتستعبطوا، لان اوريدي كده الجهاز المناعي ما قدرش عليه والانترفيرون ابتدت تطلع، فده تخلف. اركنها على جنب شويه. ليمفوكاين ولا انتي بودي؟ ليمفوكاين. الله يا مستر انا مش فاكر ايه الليمفوكاين ده، ولا انا الصراحه. يا راجل الليمفوكاين يا راجل، الليمفوكاين يا راجل. افتكر انا بقى كده ايه هي الليمفوكاين ولا ليمفاتيك توكسين؟ هي مش الليمفوكاين دي اللي كانت بتخرج من التي سبريسور؟ ولا انا بيستهيأ لي؟ يبقى الاجابه ايه يا بابا؟ انتي بوديز. مش محتاجه، مش فيزياء يعني. اوكي تحيه مني جامده لكل مدرسين الفيزياء، كل مدرسين ثانويه عامه احياء وجيولوجيا. which of the following organism gives results؟ بيقول انت عندك هنا اربع حاجات، 4 كائنات gives results that differ from what Franklin reached by X-ray. اوكي يعني من الاخر كده بيقول لك فرانكلين قالت ايه ومين الكائن اللي عكسه، واضحه زي عيون الشمس. اولا كده فرانكلين قالت ان الجيناتيك ماتيريال هو الدي ان ايه، وفرانكلين قالت ان هو دبل هيلكس وفي تويستد ومن بره شوجر فوسفيت باك بون ومن جوه النيتروجينوس بيسز بيربنديكولار على حاجه من جوه اللي هي الشوجر فوسفيت باك بون. خلاص يا معروفه، فده دي ان ايه تمام يا عمو، وده دي ان ايه تمام يا عمو، وده دي ان ايه تمام يا عمو. الوحيده الار ان ايه هي دي، وهي دي الاجابه. يعني بص مفيش احسن من كده. هل فرانكلين صورت ار ان ايه؟ يعني بص مفيش طعامه ولا حلاوه ولا اجابات احلى من كده. اللي بعده
if you know that the chromosome consists of one chromatid، يعني ده كده كروماتيد وده كده كروماتيد، عايز ايه بقى يا عمو؟ before DNA replication، قبل ما يكون في DNA replication. فلو حصل DNA replication هيبقى عندنا المنظر دوت مرة كمان. and after replication chromosome consists of two chromatid، ما انا عارف عشان ده هيروح في خلية وده هيروح في خلية. عايز ايه برضو لحد دلوقتي؟ the opposite figure على straight one cell at the beginning of division. اهو ده بقى مربط فرس الحل. what can be concluded؟ واحدة واحدة. two sister chromatid two sister chromatid chromosome spindle fiber، وبيقول لك تو كروموزوم هنا. واحدة واحدة بقى معايا. بيقول لك في بداية الديفيجن the two produced cell contain the same DNA. في بداية الديفيجن، ازاي الخليتين اللي طلعوا هيكونوا فيهم نفس كمية الدي ان ايه؟ انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي، انا لا قسمت ولا طلعت خلايا، فاركلي شوية الاجابة دي لان دي غلط. the two produced برضو تاني the produced cell contain the same number of chromosome، فيها نفس الكروموزومز. طب اركلي بس عشان ده ايه؟ ده هبل. duplication of the gene، حصل تضاعف في الجينات content is occurred before division. ما كون ان الجينات اتضاعفت يعني معنى كده ان احتمال تكون طفرة او احتمال يكون حصل الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه. فدي سيبها لي كده على جنب لان دي غلط. there is a disturbance occurred in the process of DNA replication، حصل خلل في الدي ان ايه replication. ايوه ازاي بس؟ يعني مديني 3 اجابات تشكيكية وهي دي الاجابة. ايوه اصل خلي بالك ان المنظر بتاع الكروموزوم ده هيروح هنا فردة وهنا فردة وهنا فردة وهنا فردة وهنا فردة وهنا فردة. طب والفردة دي تروح فين؟ احتمال تروح كده واحتمال تروح كده، الاقوى هو اللي هيشدها. عشان كده الخلايا دي هتطلع هنا في فردة مثلا هي حمراء وهنا في فردة منها حمراء، ونختار لون تاني ناخد مثلا ايه هنا في فردة اللي هو دوت ده نرسمه كده بالاخضر. فانت عندك هنا في فردة خضراء وهنا في فردة خضراء، وناخد مثلا لون تاني اللي هو هنا مثلا ايه ده بنفسجي وده بنفسجي، فيبقى عندك هنا ده بنفسجي ده بنفسجي. طب وطنط دي بقى اللي هي ايه نرسمها مثلا باللون الايه الازرق. طنط اللي هي باللون الازرق دي بقى تروح في انهي داهية؟ احتمال تروح هنا واحتمال تروح هنا. فمعنى كده ان البروديوسد contain the same amount of DNA لا. produce contain number of chromosome لا. gene duplication ده اسمه هبل وفرط وزرط، ده مش صح. there is a disturbance occurred in the process of DNA replication. ايوه في بداية الديفيجن في مشكلة. ايوه يا عم والمصحف فيه مشكلة. ماشي يا عم. A person suffer from acute pain in lumbar vertebra. ألف سلامة ألف سلامة. كرشو ده أكيد كرشو هو اللي عامل له المشكلة دي. which affect the nerve. ما بقولك اهو أثر على الأعصاب that control the lower limb movement، بيأثر لك على حركة الأطراف السفلية. يعني بسبب كرشو مأثر على رجليه، هو ده اللي عايز يقوله يعني. which of the following describes the case of this person؟ مين من اللي قدام منك دول بيوضح لك هذه الحالة؟ shortage of synovial fluid. ايه علاقة السينوفيال فلويد السينوفيال فلويد دي لما يجي يقول لك ان حصل مشكلة في الديسك اللي ما بين الفرتيبرا، او حصل مشكلة في انتاجية السينوفيال فلويد، او حصل ليكج يعني. لان خلي بالك هي برضو السينوفيال فلويد دي مش ميه كده موجوده وخلاص، لا ده بيبقى عليها اغلفه حامياها زي بالظبط كده البيضه. لما تيجي تقشر بيضه بالراحه خالص تلاقي القشره كده ايه في قشره بتبقى شفافه على البيض من جوه، فده طبقه حمايه. برضو احنا عندنا سينوفيال فلويد عليها طبقه، فدي مالهاش علاقه خالص بالاجابات. absence of inferior articulating process. ايه يا عم الهبل ده؟ إيه علاقه اللور لمب واللمبر فيرتيبرا بالابسنس بتاع الانفيريور ارتكيوليتنج بروسيس؟ يعني الارتكيوليتنج بروسيس ملهاش علاقه خالص، لانه بيقول لك هو حاسس بالم مأثر على العصب. يبقى معنى كده ان المشكله مش في تقسيمه الانفيريور والبوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس ولا حتى الترانسفيرس هو مأثر يعني التأثير بيقول لك اللي حصل بسبب ان في ألم ضاغط على العصب، ودي اللي احنا بنسميها الانزلاق الغضروفي اللي بيحصل هنا. بس برضو العيال مش عليهم الحته دي على فكره، ولكن نقول ان حصل هنا انتفاخ في الكارتلج في المنطقه دي كده اهو، فحصل ان هو ضغط على العصب. ديجنريشن اوف كارتلج، هو ده بقى اللي هو عايزه.
دي يعني ده سؤال نقدر نقول عليه كده مش مستويات عليا، ولكن هي معلومات عامة. سؤال بيسأل معلومات عامة. لما يجي يقول لك ايه اللي ضاغط على العصب، يقول لك ده في كيس كده زي كيس طلع من الكارتلج او من الغضروف. الجماعة حتى هم بيتكلموا في الشارع يقول لك ده حصل انزلاق غضروفي ضغط على العصب. واللي منكم راح وبحث ودرس وفهم الموضوع دوت هيقول لي انا فهمت القصة بتاعت الانزلاق الغضروفي، ان ممكن يكون في فقرة الكارتلج اللي تحت منها نفخت او ضغطت او حصل التهاب ورمت، ايا كان وضع الكارتلج ضغط على العصب فحصل خنقة للعصب فبقى في ألم. وده وارد يحصل جدا جدا، ان هو يحط سؤال معتمد اعتماد كلي فقط على معلومات عامة. احييك على السؤال، هاته مرة تانية مش عيب يعني. انا شايف ان هو سؤال ممتاز الصراحة. سؤال رقم 14. The opposite table، الجدول اللي قدام حضرتك illustrate بيوضح ال result of analysis that is carried out for a person. واحد راح عمل تحاليل، ألف سلامة. study it and then answer. عايز ايه بقى؟ ال TSH ده عالي جدا، أعلى من الطبيعي يمكن حوالي كام مش عارف، ضعف النص في 20 عشان يبقى 10 في الأغلب، 20 ضعف حاجة زي كده. ايه المنظر الخرا ده؟ والثايروكسين 500 ضعف، ده بسم الله ما شاء الله. يعني التي اس اتش هو السبب في ارتفاع الثايروكسين على فكرة، انا ده اللي انا فهمته يعني. What can we conclude from، في مشكلة في البيتوتري جلاند. انا شايف ان في مشكلة في البيتوتري جلاند. disturbance بتاعت الثايرويد، لا هو الثايرويد اشتغلت بسبب ان التي اس اتش اللي جاي من اللي هو الثايرويد ستيموليتنج هرمون اللي جاي من المخ هو المشكله فيه، مش مشكله مش في الثايرويد جلاند ولا حاجه، المشكله في البيتوتري. increase the percentage of iodine في الفود برضو ملوش علاقه، لان التي اس اتش ما فيهوش ايودين، هو الثايروكسين هو اللي فيه ايودين. وحتى لو الايودين زاد نسبته مش هيخلي الثايروكسين يزيد بالنسبه المهوله دي، الا لو كان التي اس اتش هو اللي قايل له يعمل الحركه دي. disturbance in the secretion of adenohypophysis، ايوه. ليه مش النيورو؟ لان التي اس اتش كان من ضمن الهرمونات، هي والجروث هرمون والبرولاكتين والاي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش اللي هم كانوا بيخرجوا من الادينوهايبوفيسيس، مش النيورو، لان النيورو كان الاي دي اتش والاكسيتوزن. فيعني مش هينفع خالص ان انا اختار الاجابه لا ايه ولا بي. تعالى نقرا كده الاجابه دي. the pituitary gland works normally من انهي وجهه نظر يعني؟ ده ازاي يعني؟ ايه الفتي ده؟ سؤال رقم 15. دي ان ايه عايز يبقى study the opposite figure. استدي في ايه؟ ده هو حته كروموزوم عنده سنترومير، ايه الهبل ده؟ which represent chromosome in metaphase، انا عارف شكله في الميتافيز during cell division. then conclude what is the type of proteins that have a role in presence of chromosome. الهيستون والنون هيستون، هو انت ما عندكش غيرهم. طيب يا ترى بقى بيقول لك هيستون وريجولاتوري نون هيستون بروتين، ولا هيستون وستراكشرال نون هيستون، ولا الهيستون بروتين، ولا الاستراكشرال نون هيستون؟ شوف انت هنا بتقيس مستوى فهم الطالب. انا فهمت انت ده انت خبيث موت. انت هنا بتقيس مستوى فهم الطالب ليه هو بالشكل ده، وهو عمال يقول لك في السؤال قول لي انواع البروتينات اللي ليها دور علشان يظهر في هذا الشكل. في هذا الشكل المستر قال مدام وصل للكروموزومز خلي بالك ان هنا هيستون وستراكشرال نون هيستون، لان الريجولاتوري نون هيستون ده اللي كان بيوجه اين يوجد الجين. هل انا هنا محتاج جينات ايه دلوقتي؟ لا جينات ولا ام جينات، انا محتاج structural non هيستون، فكنت لازم اختار الاجابه بي. سؤال رقم 16. woman is pregnant، رجع تاني للفيميل يا دي النيلة. woman is pregnant in identical twins، يعني بسم الله ما شاء الله عليك جبتي 2 توأم، لا ومتشابهين كمان، يعني ربنا يكون في عونك. كريم وكرم وكرم وكريم. which of the following figure indicate الحالة of the 2 ovary in this woman through the first 3 شهور. اولا كده عشان انا بتحاول هقسم الاجابات بالمنظر ده، والله عشان انا عينيا بتوجعني. يا ترى اوفم واحده واوفم لا؟ يعني ازاي ايه ده؟ اوعى 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 يا مستر اوعى. مش جايز الاوفم دي لما يحصل لها فيرتلايزيشن بيقول لك فيرست 3 شهور. اما ايه ده؟ هو عايز يشوف حاله الاوفري في اول 3 شهور. ماشي، ده الكوربوس ليوتيم. الكوربوس ليوتيم اول 3 شهور مكمل
بس خلي بالك ان هو كان كوربوس لوتيوم ايدنتيكال توينز، دي يعني مونوزايجوتك. مونوزايجوتك يعني زيجوت واحده ولكن اتقسمت بقت اتنين، ده بقى بيبي وده بقى بيبي، والاتنين عندهم نفس البلاسينتا وعايمين بره جوه ايه في نفس برطمان المخلل. اوكي، وعندهم اتنين امبليكال كورد ونفس البلاسينتا. فمش جايز يكون هو كان كوربوس لوتيوم واحد. وخلي بالك ايدنتيكال دي ما توحنيش خالص ان في اتنين اوفم طلعوا، لان الاتنين اوفم اللي طلعوا كل واحده هيبقى فيها سبيرم، فلا دي تنفع ولا دي تنفع ولا دي تنفع، فهي الاجابه ايه؟ كانوا هيغفلونا الاجانب. بس على مين يلا، ده انا ارسانيوس كرم. اوكي. study the opposite diagram. ادرس يلا يا عم الشكل اللي قدام منك which represent the effect of 3 هرمون x y z. يا سلام. انت عايزني بقى انا احلل كل الرسمه دي وفي الاخر اقول لك مين بيعمل ايه؟ عن ابوها ما اتعملت يا اخي. on different part of human body then determine what are the gland. ايه هي غدة secrete y. اه وزد respectively. وساب لنا اكس بقى، يعني ده انت بارد. افكتر، طب والله لا اجيب اكس الاول بقى عشان انت عيل غلس. production ATP production in cell affect the respiration rate affect the number of heart beats. يبقى ده ادرينالين. يلا هات انت بقى زد واي. ده انت بارد قوي. affect the liver function. بنكرياس. بنكرياس وش بيأثر على درجة الحرارة ونبضات القلب وافكت البادي ويت، وبيأثر لي على وزن الإنسان وكمية الطاقة داخل جسم الإنسان. مفيش غيرها الثايرويد. فأنا أتوقع إن السؤال رقم 17 هيبقى هو عايز الأول واي بعد كده زد، يبقى ثايرويد بنكرياس، يبقى الإجابة إيه كده. والله بس لا سهل يعني، أنا مش شايف إن هو في حاجة صعبة يعني. طيب ثانية بس ايه، ثانية كده بس ايه، خليك معايا ثانية. نكمل مع بعض. السؤال رقم 18 بيقول لك in which month of pregnancy، في أي شهر من الحمل does the formation of fibrous joint of embryos. السؤال معروف قوي ومشهور. هو هنا بيسأل على الوظيفة بتاعة الاوسيفيكيشن اللي بتحصل في الأطفال أثناء تكوينهم داخل الرحم بتاع الأم في المراحل اللي هم مسميها السكند ترايمستر أو المرحلة التانية، اللي هم عندنا الشهر الرابع والخامس والسادس. فأنا اللي عندي رابع، عندي خامة، خلاص يبقى دي الإجابة، يبقى رقم ايه؟ رقم 5 الإجابة الدي ديت اللي هي الايه الشهر الخامس. السؤال رقم 19 بيقول لك which of the following must be found in the cross pollination of flower by wind. مين من دول لازم؟ كلمة must دي خلي بالك ايه، هو هنا بيقول لك اجباري الزامي. فالعيال بقى اللي هي بتيجي تقول ايه انا ما حدش يلزمني بحاجه، انت متخلف، ده مش وقت في الامتحان الكلام ده. هو بيقول لك ايه الالزامي ان انت لازم تلاقيه علشان يحصل الكروس بولينيشن في الفلاور باي ويند، وهو حط لي شرط ان يكون ايه؟ باي ويند. بولينج جرين ار لارج ان نمبر اند لايت، لازم يكون بعدد كميات مهوله وخفيف. طبعا ده شرط اساسي. stigma is completely covered by petals. طب واذا كانت هي covered by beetle هوصل لها ازاي يعني ان شاء الله؟ beetle are brightly colored، لا ده insects، ده شغل الانسكتس. هو انا عايز ويند مش عايز انسكتس. اوكي يا ريتنا كان قال لي انسكت كنت اخترتها. ده ليفل اوف ستيجما از لور، لا ده برضو ايه الكلام ده مرفوض. ياه شابتر 1 وحلاوه المصل والمصل وحلاوه المصل الستريت الاستراكشر اوف ساركومير. المنظر قدام منك ده منظر الساركومير ان اسكيليتال ماسل. واحد دوت الاكتين واتنين دوت المايوزين. عايز ايه بقى يلا؟ What is the similarity between structure رقم واحد والاتنين؟ الاتنين بيكونوا من امينو اسيد، الاتنين بروتينات، الاتنين structural proteins، الاتنين ليهم جينات داخل جسم الانسان. في مليون اجابة يعني. they are their ability او عايز similarity ability to move during a contraction and relaxation. لا هو صراحة هو اللي بيتحرك الاكتين، والميوزين هو اللي ثابت. خلي بالك يعني الاكتين هو اللي بيتحرك، فده مش similarity لان الاتنين بيتحركوا، ده الكلام ده مش مظبوط يعني. يعني حتة ان الاتنين بيتحركوا دي. their presence in all muscle types، لا برضو مش موجودين في كل انواع العضلات، لان في عضلات زي السموث ماسل لا فيها اكتين ولا فيها مايوزين، وان كانت فيها مركب واحد
ومش عليا التفصيلة دي في المنهج ثانوية عامة اصلا. they consist of the same building unit، الاتنين بيتكونوا من امينو اسيد. اهو دي جملة مفيدة دي. يعني هو هنا قال يعني ربط لك الجزء بتاع البروتين سينثيسيس في الشابتر بتاع الدي ان ايه بالجزء ده. يعني سؤال مقبول شوية، ولكن في الاغلب هيبقى صعب على الطلبة اللي مش فاهمة حاجة في المنهج، يعني مش فاهمين. الصورة اللي قدام منك دي group of vital processes. قدام منك بعض العمليات الحيوية that take place in one cell، في خلية من الخلايا. when the nucleic acid produces structure X. واضح جدا ان X دوت ايه ده بقى؟ ده بروتين من شكله كده اهو، ان ده بروتين، ودوت ده الار ان ايه. it needs to perform two successive processes. لازم تعمل خطوتين، لازم تعمل transcription و translation. يعني ده سؤال بقى يصنف السهل السهل السهل. ده مش سهل ممتنع، لا، هو ولا ممتنع ولا نيلة. ده سؤال انا شايف ان هو غلس عليك فوق، فبيديك سؤال كده اللي هو ايه، خب بونبوني خب بونبوني. كان في اغنية فيها اللقطة دي، خب بونبوني بونبوني. سؤال رقم 22. The opposite figure describe one of the acquired immunity stages. acquired immunity. وواضح ان هنا ده تي هيلبر بيتكلم مع خلية مصابة. ربنا يستر. ايه بقى؟ what is substance ايه بقى؟ ايه يا عمو بقى؟ ايه ده؟ ممكن تكون دي تي سايتوتوكسيك على فكرة، وتكون دي الليفاتيك توكسين او برفرين. بس هو بيقولك انفكتد سيل، فواضح جدا. طب ازاي بقى حاطط اجابتين صح؟ يعني انت بتستعبط ولا بتستهبل؟ ايه بقى؟ طب ما البرفورين هيخرم ولا اوبا؟ ركزت فيها دي. ايه الحلاوه دي؟ مشاور عن النيوكليوس يا ولاد، يبقى لمفاتيك توكسين يا ولاد. انا لسه رايح اقول ما البرفورين بيخرم، ولسه اقول الخليه مخرمه ولا مش مخرمه، ولا ده عيب اضاءه صوره، ولا ده عيب تصوير، ولا ده عيب ايه. يا حلاوه يا حلاوه على اللي فاهم. قال لك الليمفاتيك توكسين بيتارجت النيوكليوس، بيأكتيفيتي الجينات اللي بتعمل ابوبتوزز او بروجرام سيل ديس. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا ولاد. سؤال لماذا صعب؟ if the percentage of nitrogenous bases في الدي ان ايه as a follow ال A قد ال T. لا مش قد بعض، يبقى ده single strand. عايز يبقى ده what is the nitrogenous base that should be present with 30% to produce a complementary strand. مين اللي انت اولا كده لو انت عندك هنا شريط فيه 15 A، يبقى الناحية التانية يكون عندك 15 T. ولو في شريط فيه 30 تي، يبقى الناحية التانية يكون عندك 30 ايه. خلينا بقى نثبت ان ده الشريط اللي فيه 45 جي، هيبقى عندك 45 الناحية التانية سي. ودوت التي هيبقى احنا خلاص احنا قلنا ايه ده، السي هتبقى ب10، يبقى الناحية التانية هتبقى 10 جي. هو بيقول لك بقى ايه هي انهي نوع نيتروجينوس بيس should be present with 30% علشان produce الكومبلمنتري ستراند الناحية التانية. التي. هو عايز يقول لك الكومبلمنتري ليه الناحيه التانية. طب ما انا لازم يكون عندي 30 تي عشان يكون ليه كومبلمنتري 30 ايه. هو ده قصده ولا انا حاسس ان في غباء في الحكايه؟ هو هنا بيتكلم على ايه بقى؟ what is the nitrogenous base؟ انهي nitrogenous base من الاربعه should be present؟ لازم يكون موجود بنسبه 30% to produce ال complementary strand، علشان يطلع ال complementary ليه الناحية التانية. طيب ماشي. طب ما انت عندك ال A و T اجابة صح على فكرة، انت بتستعبط ولا بتستهبل؟ ما هو لو انا عندي 30 T اهو زي ال D كده اهو، هيبقى عندي الناحية التانية 30 ايه. فهل هو بيسأل على هو بيقولك to produce ال complementary strand علشان اطلع ال complementary ليه الناحية التانية. طب ما انت عشان تطلع ال complementary ليه الناحية التانية يبقى لازم يكون عندك 30 تي. ولا انا فاهم الجملة غلط ولا ايه؟ تاني واحدة. ده التمبل، ده الدي ان اي تمبلت ستراند، يبقى ده كده ستراند اهو اللي بالاحمر ده فيه 15% ايه. طيب ممكن ثانية واحدة. A بلس G بيساوي C بلس T. هو بيقولك ان ده 15%، بس ده في شريط واحد. طيب ماشي. ما انت لو عندك هنا 15%،
وفي 30% تي. ما ينفعش، ما ينفعش القانون كده يتكتب بالطريقة دي. لا، هو كده في حاجة غلط. طب ارجع اقراها تاني يا مستر معلش. ايه the percentage of nitrogenous base in DNA template strand is full، واداني الشريط اهو. يبقى ده شريط الايه 15% من الشريط كله، 45% من قيمة الشريط كله، 10% من قيمة الشريط، 30% من قيمة الشريط. فانت الشريط الناحية التانية هيكون موازي ليه العكس في كل حاجة. ده اللي انا فهمته وده اللي انا كتبته من الاول. عايز ايه بقى؟ انهي نوع nitrogenous base that should be present لازم يكون موجود بنسبة 30% علشان نطلع الشريط الآخر. يبقى الإجابة دي. ما هو ده اللي لازم يكون موجود في 30% عشان اطلع لك الناحية التانية ليه 30%. ولو كان شال دي وحط مكان 10% كنت هختار جي، ولو كان شال دي وحط مكانها 45% كنت اخترت السي. فهو في مشكلة في صياغة الانجليش في الحكاية. حاسس يعني اصل هو الموديل انسر حاطلها ايه، بس انا حاسس ان في عته في الانجليش، ودي اول مره احس بعته الانجليش دوت. يعني مش من السهل ان انا اوصل له. انا مطبق بقالي يومين بس مش للدرجه دي يعني. ما خبناش. farmer مزارع ربنا يقويه noticed the growth of some fruit، ابتدت الفاكهة تكبر بحجم غير طبيعي او مش المعتاد. what is the probable cause، ايه هو الاحتمال اللي يكون حصل for the occurrence of this case، لحدوث هذه الحالة. واضح ان احتمال يكون في جين حصل له اتكرر اكتر من مرة، ودي علينا في المنهج. يبقى الاجابة سي. الاجابة دي معروفة جدا الحتة دي. which of the following moves، بس انا مضايقني السؤال رقم 23 ده صراحة. في حاجة غلط، مش عارف، مش مرتاح له. انا عملت اللي انا فهمته واللي انا قلته يعني. انا عدلت على الموديل انسر عادي يعني. على فكرة يعني كتاب المعاصر فيه اسئلة كتير جدا الموديل انسر بتاعه غلط. حتى الوزارة في موديل انسر بتاع الوزارة غلط. ايه المشكلة يعني؟ which of the following moves in the opposite direction، مين بيمشي في اتجاه معاكس according اولا السيليا كانت بترمي الاوفم to the inside of the uterus. فانا لو قلت ان دوت كده اليوترس منظر كروكي، فالاوفم بتمشي كده، فمين بيمشي عكسها؟ يبقى السبرم. ايه الهبل ده؟ لان ده بيمشي كده اهو، ده بيمشي كده اهو، ده بيمشي كده اهو، كلهم بيمشوا كده اهو، الوحيد اللي بيمشي عكس الاتجاه. كنت بتحدى نفسي علشان اوصل للاوفم، ويا ريتني ما وصلت لها. studies the following table that illustrate the result of clinical investigation for 3 adult people having the same age. ده ايه ده؟ ماشي. الاولاني نبضات قلبه 55 يا نونو، وزنه 150. يعني ده ميكس ديما، ده ما فيهوش هزار ده. طيب 80 ووزنه 70، نبضات قلبه عالية، سكتين 3، ووزنه معقول عادي. ممكن يكون واكل شوية ملح ولا بتاع عادي يعني بتحصل. ممكن يكون كان بيجري، ممكن كان بيعمل رياضة، ممكن كان بيعمل معرفش يعني على حسب. ده سيرد 75 نبضة. البلاد بريشر بتاعه أقل من الطبيعي. لا، هو المفروض الطبيعي 80 120، فهنا ده ضغطه قليل. 90 130 عالي شوية، وزنه 70. بس مش لدرجة اكزوثالميك جويتر، لان هو 120 80 120. هو الضغط المفروض طبيعي 80 120. طيب 75 نبضات قلبه طبيعي، نبضات قلبه طبيعي، ولكن ضغط الدم عالي قوي 150. لا ده عالي جدا كمان. طيب وزنه 90. طيب مين في دول عنده هايبوثايرويدزم؟ يعني عنده الثيروكسين قليل. مفيش غيرها الاولاني يعني. ما هو الوحيد اللي نبضات قلبه قليلة بقى الاولاني. اوكي فيرست. انا عمال ادور على كلمة فيرست. اوكي. what is the cell، انهي خلية من دول whose nucleus النيوكليوس بتاعته اوكي can be used in cloning technique. انا قلت الحتة دي في المراجعات، قلت ان الكلونينج لازم يحصل في خلية عندها بلازميد
ولو حصل ان انت هتلعب في الجيناتيك كونتنت بتاع بيبي، يبقى يا تلعب في الفيرتلايزد اوفم اللي هو الزيجوت، او في الزيجوت. فهو مفيش ولا اجابة فيها زيجوت، ده لسه ما تلقحش. secondary spermatocyte ده اصلا لسه ما تصنعش. اوكي، فده مش هينفع. الريد بلاد سيل ما فيهاش نيوكليوس اصلا. السكندري اوسايت ممكن، ولكن هتقابلني مشكلة في الميوزس 2. وارد ان الكروموزوم اللي يحصل له ريدكشن انتو هاف يروح في البولار بادي، فكده يا فرحة ام بيا، الشغل اللي انا عملته كله راح في 60 داهية. فمتبقاليش غير السيل اوف موريلا، وانا هنا معترض لان الموريلا هي ماس اوف سيلز، هي مش خلية ولا خليتين ولا ثلاثة، دي مجموعة خلايا. فانت عشان تعمل جيناتيك انجينيرنج لكل واحدة ده مكلف جدا جدا جدا. اللي اشتغل بايده الشغل ده هيفهم اللي انا بقوله ده. طبعا مفيش ولا طالب قاعد تشتغل الشغل ده بايده، ولكن هي اللي قدامي فمش هينفع اختار حاجة غيرها. ولكن السؤال ده اصح كان المفروض يكتب زيجوت الصراحة بما يرضي الله. اوبا 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 اوبا، انا افتكرت ذكريات جميلة جميلة جميلة. السنة دي كنت اول مرة اشرح اكزون وانترون، ومن عليها وانا بشرحها على طول، بالرغم ان هي لا موجودة في كتاب الوزارة ولا هباب. ولكن تعال نشوف ان الوزارة لما بتحط لك حاجة جديدة في المنهج فعلا فعلا كتر خيرهم بيحطوا مفتاح للطالب. يعني نادرا ما بيحط خوازيق امتحان. خوازيق امتحان يبقى السؤال هم عارفين ان الحتة دي معروفة ومهروسة ومفهومة، فيلا يلا يلا نحط السؤال صعب. ولكن السؤال لو في فكرة جديدة في الامتحان اكيد بيبقى حاطط لي مفتاح. بص بقى، انا هجيب لك المفتاح ازاي بقى. اتعلم من عمه بقى. study the following figure. يلا ندرس الشكل اللي قدام منك. ايه الشكل ده؟ انا اول مرة اشوف، ما تتخضش هشرح لك دلوقتي. which represent a section of one DNA gene. يعني كتر خيره الراجل قال لك ان ده ايه؟ حتة دي ان ايه فيها جين. that illustrate the part and illustrate the part that carry exon codes و part don't carry code intron. يعني الراجل في السؤال قال لك ان الحتت اللي ليها لازمه اللي هي الكودينج اريا الاكزونز، والنون كودينج اريا اللي هي الانترونز، وده عليا في المنهج. فانا مش جديد عليا خالص ان انا اسمع الكلام ده. هو الراجل استخدم الفاظ ربما اول مرة تشوفها، واداك الوان، فانت هتطير كل البنفسجي ويتبقى لك الابيض. ابيض على الابيض يا عم الحاج. عايز ايه بقى في السؤال؟ which figure express the occurrence of a defect in the DNA that could change in the resulted protein from this gene. اولا كده هنا هو بيتكلم، ده هنا عمل دمج ما بين حاجتين. عمل ما بين دمج فهم شكل الجين، وده الطالب المفروض يبقى فاهمه، ان في حتت اسمها كودينج اريا او الحتت اللي ليها لازمه، والحتت اللي ملهاش لازمه اللي هي النون كودينج اريا. فانا الابيض هو اللي ليه لازمه، الابيض بس هو اللي ليه لازمه. اي حاجه لونها بينك انا مش شايفها. فبيقول لك حصل طفره في البروتين اللي طالع، او البروتين طلع مش سليم. يبقى الطفره هتحصل فين؟ في الابيض ولا في البينك؟ في الابيض. فاي حاجه فيها بينك طيرها. كده حذفت اجابتين، اتبقى لي اجابتين. يا ترى في الاي تي ولا التي وقدام منها فاضي؟ وانا اشدراني. لان خلي بالك بيقول لك انهي من دول occurrence of defect in the DNA that cause change in the resulted protein. ما انت عندك هنا A و T، انا مش عرفني الاصلي كان ايه؟ ما انت لازم تديني الاصلي برضو. دي لا، دي كده غلطة وضع سؤال. يعني اللي حط السؤال ده كان محتاج يتمعن ويتمنع ويهدى كده على نفسه عشان يفتكر كده بس انت بتعمل ايه. طب يا ترى لو انت يعني ايهما اوقع بقى؟ اللي انا فهمته ان في حاجة هتبوظ، اتنين يبوظوا، ولا واحدة بس اللي تبوظ. لو دي باظت الناحية التانية اكيد قدام منها ايه، فهو يجي يحطها. ايه المشكلة؟ اللي هيجيز انزيم اللي هو الريبير سيستم. فالريبير سيستم هيسيطر هنا مش هيسيطر هنا، يبقى ده اللي هيبوظ. شكرا. اقولها تاني اللي انا قلتها بسرعة دي. الريبير سيستم هيسيطر على سي، مش هيعرف يسيطر على ايه. فبالتالي لان ايه؟ الاتنين باظوا. كون ان الاتنين باظوا اتحطوا اي تي، ودي نسبة قليلة جدا. وارد يكون اتحطت هنا تي تحت ايه، وارد يكون هنا سي هنا جي، وارد يكون هنا جي هنا سي، معرفش. اوكي. السؤال المشهور بتاع الراجل اللي استخدم دراعه ولا وركه ولا فخده ولا استخدم ايه من جسمه وهو بيعوم، تعال نقراه كده مع بعض بسرعة للطلبة.
the opposite figure illustrate integration among the body. بيقول the body muscle، الجسم كله بيتحرك اثناء ما هو بيلعب الرياضة بتاعت السباحة. what are the muscles، انهي عضلات most need energy علشان يقدر يعمل الموضوع دوت. انهي يا ترى عضلة محتاج ان هو يحركها؟ واضح جدا ان هو بيعوم بايه؟ بدراعاته وكتفه. فهل انت بتستخدم الريبس؟ واحد محنك يقول لي ايه، طب ما احنا بنتنفس، انت كده كده طول عمرك بتتنفس، ولكن الراجل دلوقتي بيستهلك اكتر في دراعه. هتقول لي ازاي؟ طب ما السباحه محتاجه تنفس. السباحه محتاجه تنفس، ولكن اللي فاهم سباحه كويس قوي يقول لك ان هو بيكتم نفسه، فبالتالي الانتركوستال ماسلز او العضلات اللي موجوده في الريبس بتبقى واقفه شويه عن العمل بتاع الترانك والفيت. الترانك اللي هو الجذع، المنطقه بتاعه البطن والرجلين. هنا المنظر ده هو بيعوم بدراعاته، مش بيعوم ببطنه ورجليه. لان في واحده مثلا ايه زي هدى تيجي تقول يا مستر ايه، انا بروح اولمبياد وبخش وفي سباق الزعانف بحرك رجلي وبطني، يبقى المفروض الاجابه دي. فانا اقول لها ايه، بص هو الموديل انسر نزل سي، والسؤال ده مش هيتكرر تاني، لان ايه، ده كان سؤال جدالي بحت. يعني كده ايه، في سؤالين جداليين اهو في نفس الامتحان. يعني بسم الله ما شاء الله، لما يكون في الامتحان 5 اسئله طايرين من الطالب، يخرب بيوتكم. ده انتوا يا عم، ده انتوا بتخربوا بلد، بتخربوا حال البلد. The opposite graph represents the concentration of substance A. انا عندي هنا في حاجة اسمها ألف، مش عارف، بس هو ده بيقول لك في نبات يعني before cutting و after cutting. after cutting يعني في infection احتمال يحصل، يعني احتمال يكون anti microbial proteins، واحتمال يكون لان هو واضح ان من الزيرو دوت يبقى ده الانتي مايكروبيال بروتينز، انتي مايكروبيال بروتينز. وكان موجود وبقي موجود الكانافاناين والفينول والسيفالوسبورين والكلام ده كله. واحتمال كمان يكون تايلوزز، احتمال يكون الكورك، احتمال معرفش. فهو بيقول لك ايه بقى، عايز ايه بقى، concentration of substance found in the plant and substance B that is formed in the site of cutting in a branch of. يعني بيقول لك ان بي ده راحت عند المنطقة بتاعة الإصابة وحصلت. اوكي، وخلي بالك ان ايه ده احتمال برضه يكون ريسبتور. وات از ذا ريليشن، ايه العلاقة ما بين A و B؟ ايه هو اللي بيديني بي؟ فوش كده ان ده الريسبتور. انا فهمت السؤال هو عايز ايه. الريسبتور ودوت الايه، الانتي مايكروبيال بروتين. A is formed as response of effect of B، العكس. B is formed as effect of response A. هي دي الاجابة، لان الريسبتور هو اللي بيوجه كل حاجة في النبات. سؤال مهروس واتحل بدل المرة مليون، وما اظنش ان هو خد في ايدي غلوة، لانه فعلا سؤال هبل قوي. if you know that it is possible to gain to get grain. يا ده انا ابتديت اسقط شبكة خالص. to get grain of golden rice، تاخد حبوب من رز لونه ذهبي through transferring the gene of alpha carotene، وده اللون البرتقاني، from carrot plant stem. يعني هو عايز يطلع لي رز لونه برتقاني بسبب الالفا كاروتين. والالفا كاروتين دي صبغه بتبقى لونها برتقاني او يلوش اورنج كده اهو، بتبقى ما بين درجات الاصفر والبرتقاني. وهو عايز ياخد الجين ده ويحطه في النبات عشان يطلع لي الرز باللون ده. طب ايه الخطوات بقى؟ سوري. اولا كده انا اجيب الجين الاول. ففين بقى؟ ثرو تيشو كلتشر؟ لا، دي اخر مرحله خالص. اخر مرحله خالص ان انا استخدم التيشو كلتشر دي. فهي اخر مرحله تيشو كلتشر، وش كده اهو انا عينيا وقعت عليها. فهي مفيش غير هي الاجابه دي. فتعالى بس نشوف. using bacteria restriction enzyme. يبقى دي كده جبت الجين، يبقى اكتب على دي هجيب الجين، جبت الجين. وبعد ما جبت الجين روح كتره بالبي سي ار، اكتر عشان يبقى عندي كذا نسخة كذا نسخة. وبعد ما كترت كذا نسخة ادخله يبقى ادخله داخل النبات، دخلته داخل النبات وبالتيشو كلتشر، وتبقى دي المرحلة الأخيرة. يبقى زي ما أنا قلت دي اي سي بي. برافو 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 عليك. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ parental individual 15 عدد الكروموزومات زاد بقى 30 ورجع تاني، وده فضل 25، وده بمرور الوقت reproduction occurrence. عايز ايه بقى؟ The opposite graph represents the change in chromosomal number in two different living organisms due to the occurrence of reproduction. What is the similarity between the ده asexual، يبقى ايه دوت asexual.
لان هو مادام فضل ثابت يبقى زي ما هو بيتكاثر عادي جدا، مثلا ان تو ان تو ان تو ان تو عادي جدا خالص. اما اورجانيزم ده بي دوت بيعمل sexually باي fertilization او احتمال باي conjugation، يعني ما اقدرش احكم اول حكايه. ولكن each of them reproduce sexually، لا ال parental individual are haploid the parental individual. هو عايز السيميلاريتي ما بين الاتنين، لا هما مش الاتنين sexually ومش الاتنين، ولكن احتمال يكون هابلايد لان هو لما طلع ونزل فاحتمال يكون ده الان، لان هو طلع ل30 وان يبقى ده انه رجع تاني للان، فهو لو عمل fertilization to ان ونزل بقى ان وان 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 يبقى معنى كده ان هما هابلايد. هو ده سؤال خبيث على فكرة، سؤال خبيث والله، بس محتاج حد يفهمه. سهل قوي. study the opposite table. قدام منك جدول X protection Y stimulation Z detoxification. ده نبات في الاغلب، نبات لان هو النبات هو اللي كان فيه الحتة دي، او احتمال يكون انتي بودي. هو الكلام دوت يا انتي بودي بس هو احتمال عايز ايه بقى يا عم انت؟ الستريت 3 اميون ميكانيزم اوف occur in plant، يبقى نبات. اوكي، ما ديتوكسيفيكيشن يبقى نبات. فهو بيقول لك في ميكانيزم اكس واي زد، الستريت 3 اميون ميكانيزم اوف سبستانس، مادة اكس ومادة واي ومادة زد that occur in plant identify x y z then determine. يعني اعرف الاول مين x y z. اولا protection ده السيل وول او السيل وول او البريفنت الانتري كيوتين، يعني اذا كان ده او ده شغال. الستيميوليشن يبقى ريسبتور. الديتوكسيفيكيشن اللي هي detoxifying enzymes. فبيقول لك x is a toxic substance while z non-protein amino acid. ال النون بروتين امينو اسيدز اللي هم الكانافاناين والسيفالوسبورين، ودول كانوا تبع الانتي مايكروبيال كيميكالز. ده كانت كيميكالز دول، لا يبقى دي غلط، مش هتنفع لي دي. طيب اكس ده نون بروتين امينو اسيد بيعمل بروتكشن. طب هقرا بيه الاول. اكس decrease after infection، اكس بتقل بعد مع بروتكشن. مع هو مفيش لو كيوتين وسيل وول او تايلوزز او الكلام من ده كله، هو ما بيقلش. لا بعد هو كده مفيش حاجه بتقل بعد الانفكشن يعني. بص دي برضو مستبعده. اكس is formed after infection، بعد الانفكشن. لو على دماغ ان هما كيوتين وسيل وول يبقى لا برضو. طب هل هما نون بروتين امينو اسيد؟ ينفع اعتبرهم نون بروتين امينو اسيد بيعملوا بروتكشن لان هم اصلا انتي مايكروبيال؟ بيعملوا بروتكشن. زد از بروتين امينو اسيد، لان الانزيم يبقى صح، يبقى الاجابه سي. اوكي، ده تقيل ده على فكره السؤال ده. بص هو بالرغم من يعني انا تقييمي انا بالرغم ان هو يبان ان هو اهبل قوي 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 قوي، بس هو تقيل قوي قوي قوي. what is are the shape، او الامتحان ده ما بيخلصش ليه. what is the shape of pea fruit pod resulted from treating the flower by boiling grain powder، من غير بذر ولا اي حاجه خالص. ما دام قال لك ether solution يبقى دوت بارتينو كاربي having few seeds large seeds free of seeds طبعا. ما دام انت يا ابن الذين حاطط لي في السؤال بارتينو كاربي وش، يعني انت بتقول لي ها يا حمار عارف البارتينو كاربي؟ يعني اكتر من كده ايه تاني؟ يعني يبقى الاجابه الف. the opposite figure illustrate a part of the upper limb. بالمنظر ده upper limb، وديت ايه؟ ده ناحية الثمب، يبقى دوت اللي من بره ده الراديوس، واللي مكسورة دي الالنا. what is the result of occurrence of this fracture؟ ايه اللي هيحصل او ايه هي نتيجة الكسرة دي؟ عادي هيتجبر وهياخد الجبيرة بتاعته او الجبس بتاعه هيبقى كويس. stopping transmission tearing inability to move لا nerve impulse ده لو انا قطعت العصب. تيرنج التندون، ليه تيرنج؟ لا تندون ولا ليجمنت اللي اتقطع بتاع العضلات، مفيش اي حاجه انا اتقطع. inability to move الفور ارم، مش قادر احرك دراعي، لا اكتر ولا اقل. بس يا عم والله سؤال سهل على فكره. انا شايف الاسئله متوازنه. ما طبيعي ان مش كل الطلبه اللي داخله الامتحان كلهم هيقفلوا يعني. طبيعي ان اكيد في طلبه متفوقه، او بس ايه بقى العيل عليه الدور ان هو يلعب بقى دور ايه. لا انا مثلا مستواي ضعيف انقل نفسي في مستوى متوسط. الطلبه اللي مستوى متوسط الكلام ده بنقعد نهري فيه كتير، ولكن لا حيل من تنادي.
يعني بسبب ان في مدرسين كتير مش تربويين وللاسف ما خدوش كورسات تربية، وبالذات في تالتة ثانوي اي هبد في اي حتة وبوم بوم 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 وترابش ترابش وزغاريط، والدنيا معاهم سبحللة، ولا حد فاهم اي حاجة، وفي الاخر الطالب هو اللي بيشيل الطين يعني. when a person ate a food contaminated with salmonella bacteria، واحد كل اكل فيه سالمونيلا، ده الله يرحمه اصلا، يعني اللي عارف خطورة السالمونيلا ده الله يرحمه. what are the defense mechanism respectively؟ اولا كده saliva، وبعد كده gastric juice، مش ميوكس. ميوكس ده وانت بتاكل بمناخيرك. saliva باير باتشز ده اخر حاجة في السمول انتستين. باي باي، يبقى الاجابة سي. الاجابة، وده اصلا سؤال رقم كام؟ 36. اوكي، السؤال رقم 37. سؤال رقم 37. ايه هو السيميلاريتي ما بين البين سيد والميز جرين؟ ايه هو اوجه التشابه ما بين البذرة والحبوب؟ اكنه بيسألك بالظبط، يلا يا بابا قول لي كده لو انت حمار يعني. اوكي، قول لي كده ايه هو التشابه ما بين المونوكوتوليدون، مونوكوت والدايكوت، دايكوتوليدون، او عندك في المنهج تحت لفظ اللي هما بنسميهم دول الاندوسبيرميك تيشوز، الاندوسبيرميك، ودول الاكزندوسبيرميك. فبوث الاتنين عندهم microbial opening through which water passes during germination. ايوه الاتنين عندهم الخرم ده. embryo feed on this endosperm، لا ده مش تشابه، ده اختلاف. embryo feed on the stored، لا ده اختلاف. both endospermic، ده هبل. يبقى الإجابة الأولانية. السؤال رقم 38، قدام منك one of the human joint، ده منظر ايه؟ منظر ركبة إنسان. if the ligament in this joint is replaced by tendon، هتبدل الليجمنت بالتندون، الغي الليجمنت فانكشن، يبقى الغي الدايركشن بتاعك. دايما ادور في الاجابه على الدايركشن. ليجمنت يعني دايركشن معروفه، ما دام قلت ليجمنت يبقى دايركشن. تندون يعني ماسل كونتراكشن. شكرا، هي ما فيهاش هزار. ما دام قلت ليجمنت يعني دايركشن، ليجمنت يعني دايركشن. محفوظات. جاب لك بقى رجل، جاب لك ورك، جاب لك فرخه، جاب لك كلب. اوكي، which of the following is not considered a reason، مش من ضمن الاسباب for increasing in the secretion of calcitonin hormone، مش من ضمن الاسباب اللي بتزود لك الكالسيتونين هرمون. يعني كل ده بيقلله ولا بيزوده؟ انت عايز ايه؟ يلا، مش سبب زيادة الكالسيتونين. انا اسف، انا فهمت الجملة غلط. بيقول لك مين من دول مش سبب زيادة الكالسيتونين؟ اولا زيادة الكالسيتونين يساوي نقص الكالسيوم، يساوي نشاط الباراثرمون هرمون، يساوي فيتامين دي برضو. يعني في، طب ما تيجي نقرا الاجابات، خلينا نقرا. قلة الكالسيوم يزود لي الكالسيتونين. increase the rate of calcium absorption from intestine، الكالسيوم بيحبوا جدا الكالسيتونين ياخده يحطه في العظم، فكون ان هو امتص بكميات كبيرة من المعدة، يبقى معنى كده ان الكالسيتونين هيخرج عشان يلحق يحطه في العظم، فده بيزود الكالسيتونين مش بيقلله. يبقى دي الإجابة. temporary increase in activity of parathyroid، طبعا الباراثرمون هرمون لو زاد على طول الكالسيتونين يزيد ورا منه، فالإجابة سي. يا مسهل الحال يا رب، ربنا ينتعنا من الامتحان ده على خير. وفاضل كام سؤال؟ ثانية واحدة كده. الله يخرب بيتك، ايه كل ده؟ study the opposite figure، اتفضل يا عم ادرس يا عم. which illustrated binary fission in amoeba and the division of liver cell in human. يا عم ماشي، عايز ايه بقى؟ which process is performed by this cell to produce cell identical to original. وانا مالي يا عم؟ علشان يطلع الايدنتيكال دي ان ايه replication before the nuclear division. ايوه يا بالحاج، ايه دي الاجابه الصح اصلا. شكرا. اللي بعد، ما انت ما انت بعمل او انا حاسس بقى اللي هو ايه، ابتدى يحشي اي اسئله بقى اللي هو ايه، يلا ما لقيناش حاجه نسالها للطلبه، فتعالى نهبل بقى. which of the following immune mechanism، انهي من هذه الاستجابات المناعية الدوري مناعي. ابتديت اتاوب انا كده. انت تقعد عدل، انا التاوب، انت تقعد عدل. انت المفروض انا التاوب، انت تصحصحني، اتصرف بقى، اتصل بيا، اسال عليا عشان بيصعب عليا، معرفش. which of the following immune mechanism، انهي من هذه الطرق المناعية isn't effective، مش مؤثرة on a microbe that infect the plant leaves through stomata، دخلت من الخرم يا ابو عمو،
دخلت من الخرم يا ابو عمو. ازاي بقى كده بقى مين من دول بقى مأثر فيكو؟ formation of tylosis. ايه ده ايش جاب التايلوزز يخرب بيوتكو؟ التايلوزز ده في الزايلم يا ابو الحاج، وده بيقولك دخلت من خرم الليف. سكريشن توكسيك، لا ده مؤثرة لان الفينول انتي مايكروبيال وش هيسيحها. كيلينج الانفكتد هايبرسنسيتيفيتي، ده من ضمن الميكانيزمات سراوندينج باي انزيليتور. تمام، يبقى الاجابة ايه؟ الاجابة الف، دي الوحيدة اللي مش افكتيف. اصل انت هتعمل تايلوزز وهو داخل من الليف؟ يعني ينفع كده برضو تيجي تزغزغ واحد في ودنه يروح يقولك اصل انت لمست صباع رجلي؟ On calculating percentage of phosphorus and sulfur in a sample of genetic material in 4 different living organisms, the percentage were as shown in the table. What is the number that represent البكتيريا؟ طيب بسم الله، اقراها تاني عشان ابتديت ايه اتعب يعني. On calculating percentage بتاعت الفوسفورس والسلفر في عينة sample genetic material in 4 living organism، عندك 4 كائنات. المفروض ان الكائنين اللي يساوي بعض نسبة الفوسفورس قد نسبة السلفر، يبقى هو هنا قصده كلمة الدي ان ايه يساوي نسبة البروتين. من الاخر يعني ده اللي هو عايز يوصل 50-50. يبقى معنى كده ان الدي ان ايه اللي عنده بيطلع لك كمية بروتين يكاد يكون اشبه بالدي ان ايه. دي ان ايه عالي اوي، بروتين قليل اوي، نسبة 100% دي ان ايه، زيرو بروتينات. اوكي، عايز ايه برضو؟ مين من دول بكتيريا؟ احتمال تكون 2 واحتمال تكون 4، بس الصراحة انا مقتنع اكتر. آه هو عايز نسبة، اصل 50-50 دي مفيش كائن 50-50 اصلا. انا مش عارف هو هبلها من انهي ناحية، ولكن هو استعبط عليا. 73%، ومفيش بروتين، في بروتينات 27%. نسبة معقولة ان 25%، بس خلي بالك ان الدي ان ايه اغلبه كان كودينج، فمعنى كده ان كمية البروتينات كانت عالية. اقراها تاني. calculating percentage of phosphorus and sulfur in a sample of genetic material. sulfur يعني amino acids او هيستون. اوكي. the percentage where in 4 living organisms the percentages were shown in the table. What is the number represent bacteria؟ بص هي دي مش هتنفعني خالص، والرقمين دول قريبين من بعض يكاد يكون هي الاولانية، فمش هينفعلي خالص. طب 100% زيرو ده مش فيروس، اصل هو لو دي ان ايه بس من غير بروتينات برضو، طب ما الفيروس برضو عنده بروتينات. ايه الكائن اللي بيبقى عنده نسبة 100% دي ان ايه وعنده زيرو بروتين؟ ده 0% سلفر، ما عندوش ولا حتى بروتيناية داخلة فيها صلفراية. الكلام ده مش مظبوط. يبقى الإجابة 2، يبقى الإجابة بي. الإجابة بي. الجدول دوت بيقول لك إيه بقى؟ After looking at the provided table in the genetic codon, answer if the anticodon for one of the amino acid GC. ما دام هو جايب لي الانتي كودون، يبقى انا اجيب مكانه السي جي يو، يبقى ده كده الكودون في حد ذاته. What is the transferred amino acid؟ اولا كده انا جبت السي جي يو، فانا هقول لك ادي سي وادي جي وادي يو، يبقى ارجينين. يبقى الاجابه ارجينين، يبقى اختار الاجابه ارجينين. هتقول لي جبتها ازاي؟ ما هو مديك الانتي كودون، هات انت الكودون اللي انا كتبته ده، وحضرتك بتروح مثلا عايز اقرا الاولاني ده، اقول ده ادي الفيرست لاين، فيرست في السكند، وبجيب معاه الاولانيه من هنا او من هنا. فانا هقول لك ايه، يو يجيب لي فينايل الانين. طب سي جي يو، سي جي يو ارجينين، يبقى الإجابة ارجينين. السؤال رقم 44 ميثايليشن، فبيقول لك ايه بقى؟ the following figure represent حتة دي ان ايه after treating it by one of the restriction enzyme. هتيجي ايه؟ تيجي تقطع. طب فين البالندروميك سيكونس؟ مفيش بالندروميك سيكونس. how many recognition sites are present in the DNA؟ 2 ولا 1 ولا 3 ولا 4؟ اولا كده هو يجي يقطع مطرح ما موجود البالندروميك سيكونس. هو هنا في السؤال مش قايل لي على ولا بالندروميك سيكونس، ولكن خلينا نقول ان هو لو جه قطع من الناحية دي، اوكي انا هفتي بقى، هو لو جه قطع من الناحية دي هيقطع من الناحية دي، ولو جه قطع من الناحية دي هيجي يقطع
من الناحية دي، يبقى في 2 ريستريكشن. ايه اهو، انا كده فاتيت، ويا رب فاتيت تطلع صح، لان هو لازم يحط لي بالندروميك سيكونس، ما هو ما قاليش. انا قلبي ابتدى يوجعني. study the opposite graph which illustrate 4 individual. عندك 4 اشخاص making a competition، بيعملوا تحدي. العيال بقى الفاضية اللي بتعمل تحدي of ascending ladder، بيلعبوا على سلم، مش عارف ايه اللعب الفرهدة ده. of a building، المبنى which consists of 5 floor several time، عمالين يطلعوا ال5 ادوار وينزلوها. واضح ان هما بيلعبوا حاجة تانية اسمها شيك على العالي وشيك على الواطي، بس هو اتكسف يكتبها في الامتحان. المهم and the concentration of lactic acid produced by muscle، ان قدام منك في الجراف. which individual didn't perform the needed exercise continuously قبل الكومبيتيشن. مين ما عملش الاكسرسايز باستمرارية قبل التحدي؟ اللي ما عملش هو اسرع واحد عمل له لاكتيك اسيد على فكرة. يعني ان خلي بالك ان اكتر لاكتيك اسيد دايما كده الناس اللي بتلعب رياضة يقولك ايه، انا بحاول ادفي العضلة وما اخدهاش من الدار للنار، او ما اخدهاش كده على مشانها مرة واحدة، علشان مرة واحدة دي بتقفش عليا بسرعة، ولكن لما اسخنها كده ونبتدي نلعبها بتبتدي ان هي تبقى معايا كويس. اوكي، لا كفاية كده. الامتحان ده ما كانش فيه مقالي، ده كان ايام العز واكل الوز. اوكي، لحد السؤال رقم 45 اقول لك ثانك يو، ونشوف الفيديو الجاي هتلاقيه انزل لك ان شاء الله. بس ايه، اخش اريح ساعة كده ولا حاجة، وابقى اصحى ايه اصوره دوت علشان يترفع لك على اليوتيوب شانل هنا الامتحان الرابع اللي هو الدور التاني سنة 2021. شكرا.